السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعكم الهبيت حيث نهبد من جديد. النهاردة بقى هي مش حلقة عادية بالمرة، لا النهاردة احنا معانا ضيف جديد، والضيف ده هو الباشمهندس كريم عبد العزيز، مش الممثل بس عشان كلمناه وما جاش، لا المهندس كريم عبد العزيز اللي هو صاحب فيب كلينيك. أكيمو انا عايزك كده هنتكلم مع بعض كلمتين بس. فكك يا احمد. ما انت فاهم اللي فيها. انا عارف ان انت ما بتحبش تتصور تتصور بس الكاميرات عشان طب قبل ما نتكلم هنتكلم بس يا عم. ماشي نتكلم ماشي، بس يعني انت قلت لي تعالى، مش عارف عايزك اقعد اتكلم معاك في ايه ولا في ايه. طب نسجل حلقه مع بعض يا عم. حلقه مين يا عم؟ ما يقفل الكاميرا يا عم. ادي الكاميرا اللي مش عاجباك اهي. ها قفلنا يا عم الكاميرات. عامل ايه؟ عامل ايه؟ حرام عليك يا اخي والله. انت عارف ان انا ما بحبش، مش ما بحبش، انا ما بعرفش اتكلم قدام كاميرات. حلو طيب وانت اساسا ما قلتليش ان تصوير وكاميرا. فاكر اول فيديو فعلا عملناه مع بعض في المكان القديم خالص، اول مكان لبيب كلينيك. كان 10 بطريق. ياه زمن كتير. كان كتير صح، بس ايام كانت حلوه. بص ايام ربنا كلها، والايام كلها حلوه. الايام كلها حلوه. انت ايه موضوعك؟ انت عايز تعمل ايه يا ابني انت؟ وتصويرات ايه وبتاع؟ انت لسه شاغل دماغك بالمواضيع دي؟ بجد؟ طبعا. ده اديك شايف والله اكبر. ما شاء الله عليك انت. الحمد لله. عايز اسالك سؤال بقى كده، بما ان كده احنا قلنا هندردش بعيدا عن اي كاميرات، بنتكلم انا وانت. تمام. انت جات لك منين فكره فيب كلينيك؟ بجد والله. لا ده انت كده هتسجل. لا مش هسجل لك، لا بجد. لا بجد قول لي فيب كلينيك ابتدت معاك ازاي؟ كاسم يعني ولا الفكره بقى بالاسم، بالكوليكشن كده على بعضه. كوليكشن. انت لسه افتح ايه؟ طيب قول لي وانا هختار لك اسم. طيب هو فيب كلينيك. انت لسه انا عارف ان انا عارف ان انت راديولوجي ايوه يعني ما علينا. ككلينيك عشان انا اشتغلت في عيادات ومستشفيات كتير. تمام. فكلمه كلينيك دي يعني معايا على طول. فلما جيت عملت شيفت كارير واشتغلنا في الفيب. تمام. رحت واخد الفيب هو الفيبنج عامه وحاطط له كلينيك. هنا انشئ عياده. ايوه عشان الشغل، ما هو الشغل. وبعد كده بقت دلوقتي مستشفى الحمد لله. احنا بقينا عاملين فيها عيادات يعني. بسم الله ما شاء الله. احنا عاملين جزء كده اللي هو عياده التجميل. ده بجد؟ بنعمل حاجات زي اللي هو الشغل هاند ميد، اللي هو مثلا الجهاز بتاعه مثلا قشر، فعايز مثلا يعملوا نيكل، عايز يعملوا نحاس، عايز يعمل عليه اسم، عايز يعني. تمام. يعني مش مجرد صيانه بس، لا في قسم تجميل. بص ايوه بالظبط. من الاخر في عاملين له كده جزء تجميل. بس برضو يعني جات الفكره منين؟ ده اللي انا عايز اعرفه. يعني انت الفيب، انت قابلت الفيب امتى؟ فاهمني؟ جات الفكره منين؟ انا هموت واعرف. انت سألت السؤال ده قبل كده. انا حاسس انا ده. قول لي بس. قول. لا مش هقول لك، خليك كده. لا معلش والنبي قول. لا هقول لك بعدين. انت. طب اقول لك بجد والله. قول لي منين جت فكره؟ ما تقول لي انت جت منين الهبيد؟ لا استنى. طب اجيبها ازاي دي؟ انا الهبيد من زمان كنت اعرف. انا كنت بفيب. هو برضه فيب كليك من زمان. لسه جاي لك بقى في الكلام. انا كنت بفيب. تمام. انا وانت اصحاب اساسا وحبايب بعيد عن الفيب اصلا من زمان. من قبل ما فيب. فانا ما كنتش اعرف ان انت صاحب فيب كلينيك. انا فاكر اليوم ده انا ما كنتش اعرف ان انت صاحب فيب كلينيك. تعرف ان في ناس كتير جدا ما تعرفش الموضوع.
تعرفش ان احنا اساسا نعرف بعض من قبل الفيديو؟ يا نهار ابيض، لا احنا ده زمن، احنا بقالنا زمن. احنا متربيين في نفس المنطقه طبعا. ايوه لا ده سنين وسنين حلوه. فانا لما كنت استنى بس عايز افتكر بص. اليوم ده، انا هموت وافتكر كان يوم ايه. مش فاكر، بس اليوم ده انت اتكلمنا مع بعض فعلى النت، فقلت لي يا ابني انت بفيب، قلت لك اه يا كريم بفيب ودي حاجه جديده وبتاع، فانت قلت لي حاجه جديده. حاجه جديده. كنت انت عامل هاي سكور ساعتها، كنت انت عامل هاي سكور ساعتها في التصليح، وكان نازل لك بوست، كنت انت واقف وحواليك مودات كتير جدا، وانت كنت ماسك مود وبتاخد باف، ومكتوب فوقيها ان انت تميت ال 10,000 حاجه او عملت خلال مده كنت كاسر رقم. انت كنت بص هقول لك الموضوع ده كان ايه. كان ايه الموضوع ده برضو كل الناس تعرفه. ده حد في الكويت، حد تقيل ما شاء الله عليه، يعني هو زي لغايه دلوقتي يا صديق لينا يعني، ولغايه دلوقتي بيبعت لنا شغل، بيجي شغل من دول على فكره. فالوقت دوت هو راح باعت لي ستوك رهيب. فالعدد فعلا ما انا بقول لك ساعتها ان انت كسرت عدى 500 يعني، عدى 500 جهاز متنوع. انت متخيل 500 جهاز؟ ايوه، ما انا بقول لك الصوره كانت كلها مدات، انت طالع من قلب مدات وبتاخد باف، ومكتوب فوقها ان انت كسرت، يعني ان انت فعلا كاسر رقم قياسي في عدد ساعات، ان انت تصلح. قويه جدا الحمد لله. بص اعمل ايه تاني؟ فانا فاكر قوي ان انا اتعرفت بسبب البوست ده كمان. قلت لك يا نهار ابيض، قلت لي يا عم بيب كليك، قلت لك انت بتتكلم بجد؟ انت ثواني بس انت ايه كمان انت عامل فيها النهارده؟ انت قلت لي تعالى مش كمين ولا حاجه، هنتكلم بس. بعد كده جيت لقيت ناس وكاميرات، مش انت عارف يا عم ده انا معلش يا عم. وده على فكره يعني عامل لي مشكله مع ناس، ان الناس فاكره ان دوت مثلا انا مش عايز اطلع، مش عايز، بالعكس انا يعني حابب الناس تبقى عارفاني كل حلو، بس انت متواري كده في الظلال. ما هقول لك على حاجه. ايوه، جنود الظل. بص، طول ما انت شغال ومركز في شغلك وبتعمل اللي عليك، مش هتشغل دماغك بحاجات تانية، فاهم؟ تمام. انت هتبقى عقليتك مش بسط الكلام ده، بس انت عارف طبيعتي. انت يا ابني انت يعني شوف، انت طلعت بقالك مثلا انا كتير بخاف، مش بخاف برضه، ما بعرفش اتكلم قدام الكاميرا. بص احنا بنتكلم ازاي بقى اهو زي اول ما قفلت الكاميرا بس يعني بس بتكلم بجد ما اعرفش. سبحان الله يعني، ربنا مدي لكل واحد ملكه. انا اي حد اقف اتكلم معاه عادي خالص، لكن مثلا قدام كاميرا بتقفش. اقول لك على حاجه، انا بمسك موبايلي بعض الساعات براجع كده بلاقي ان انا مش متصور اصلا. يعني انا مثلا ما هو صورك قليله. مصور اولادي يا عم احنا صورنا مع بعض قليله اصلا. انت متخيل؟ لا، وكل الصور دي سبحان الله يعني. طيب يعني فكره بيب كلينيك برضو جات لك ازاي؟ انا بس هفضل الف وراها. عايز انت تعرف بيب كلينيك؟ مش هقول. ماشي. انت بص يعني، ما هو انت عملت فيها كمين. لا اللي بيحصل ده كتير. انت عملت فيها كمين، انا خلاص يعني. طيب بلاش بيب كلينيك. لو بص يا سيدي، انا اقول لك على فكره، ما انا الكرسي استنى. طب بلاش بيب كلينيك، انا اقول لك على فكره تانية. قول لي. اي بني ادم بيروح مثلا يشتري عربيه، بيجيب كده معاه واحد كده، انت فاهم، راجل بروفيسور في الميكانيكا، بيبص على العربيه يعرفها. واي واحد رايح يجيب شقه بياخد معاه راجل دقرم كده سمسار فاهم في الدنيا، ويجيب له شقه بسعر جامد وما فيهاش عيوب. نفترض ان انا في يوم جيت لك قلت لك كريم تعالى معايا، انا هشتري جهاز مستعمل. احمد يعني؟ كاحمد. بتهرج طبعا، انا هفتح اديك جهاز لا اله الا الله. نفترض ان انا ابن مجنون وقلت لك تعالى اجيب جهاز مستعمل. بص هجيب مستعمل ليه؟ هجيب مستعمل علشان انا عايز اوفر في الفلوس، يبقى انا بخدع نفسي. تمام. لكن انا دلوقتي عايز افيب، يبقى هبدا بطريقه صح. هجيب جهازي، يعني هشوف ايه الافيلابل في السوق، وهشوف ايه قد امكانياتي المتاحه دلوقتي. تمام. لكن مثلا مش هروح مثلا يعني اقول مثلا ان انا هجيب
سين، جهاز مثلا سين ايا كان بقى، بوما، ايجس، ايا كان هو جهاز ايه بالظبط. تمام وهشتريه مثلا بنص ثمنه جديد، تمام. وانا كده كسبان. بالعكس، هو لو يسوى نص ثمنه ما كانش صاحبه باعه. يعني انت بتقول لي ما اشتريش مستعمل؟ لا انا بقول لك انت عايز تشتري جديد، تعالى نتكلم. طب نفترض ان انا الظروف حطتني ان انا لازم اجيب مستعمل. في ناس كده على قد حالها، او مش على قد حالها، هي الظروف ساعتها فرض عليه ان هو قدامه اختيار في المستعمل بس، ما قداموش اختيار في الجديد مع خالص. بص يا احمد، طبعا انت سيدي عارفين الكلام ده، بس الاجهزه كلها واحد. بمعنى ايه؟ يعني مثلا ما فيش حاجه مثلا اسمها الجهاز شغال دلوقتي وبعد شويه هيبوظ. تمام. مفيش حاجه اسمها كده، تمام؟ الا اذا بقى يعني لو الموضوع معمول عن تعمد، اللي هو مثلا حد فني فاتح الجهاز ان الجهاز دوت مغير له كومبوننت على البورده، ان هو الجهاز دوت مثلا بمجرد ان البطاريه تشتغل منه يروح حلو قوي. انا بقى اعرف الجهاز ده منين وهو مقفول قدامي كده؟ امسكه هو مثلا مقفول يعني الجهاز يعني انت دلوقتي بقى مش واخد معاك مش مقفول. لا مش قصدي يعني الجهاز قدامي بيتباع في مكان او بشتريه من يوزر زي، فامسكه مثلا ابص على ايه عشان اعرف الجهاز ده مثلا اتلعب فيه ولا لا، في مشكله في ليك، اعرف يعني في حاجات تبين الكلام ده لا. ولا لازم لا. اخده المتخصص؟ ما هو بص، كل حاجه وليها حاجه. حلو. انت كيوزر مش هتقدر ان انت تفتح الجهاز وتفك مساميره. حلو. وبعد ما تعمل الكلام دوت اصلا واوريدي اي حاجه، اي جهاز حتى البومه ليه تكنيك في الفتح. يعني البومه لو ما اللي بيفتحه دوت مش عارف التكنيك بتاعه وعارف يفتحه ازاي هيكسره من الاخر. لا ممكن مثلا سوستتين يطيروا منه، ممكن الزرار يقع منه، فاهم؟ مات. مش مات، خساره. انا فاهم قصدك ان هي الحاجه موجوده قطع غيار، خساره في سبير بارت. لكن هي النقطه في ايه؟ ان كل حاجه ليها حاجتها. فانا دلوقتي عايز اكشف على الجهاز ده من جوه، مفيش مشكله، اروح رايح لواحد. طب فيب كلينيك عندها الموضوع ده اصلا؟ عندكم الموضوع ده؟ بص، هو يعني لو انا واحد عايزين نشتري، انا مش بحب احط الشك عندي في الموضوع ده كده، لان هيبقى ساعتها في ان انا هتحط كريفرنس. طب يسوى كام؟ لا يسوى كام دي انت مالكش دعوه، انا ماليش دعوه بيها. ما عشان كده بقى انا مش حاطط النقطه دي. لكن انت كيوزر انت عايز تجرب الجهاز، لا شيل البطاريات منه، تمام، البطاريات فيه تاني، تمام، جرب كل الاوبشنز فيه، تمام، فيب عليه مثلا 10 دقايق وبعد كده شيل منه البطاريات واقلبهم. ويبقى مثلا ممكن اخد معايا، هل ده متاح ان انا مثلا وانا رايح اشتري اخد معايا باور بانك ان انا اجرب هل ده صح باور بانك؟ ان انا اقف اجرب بس ان هو بيشحن بتاع. طيب بص، خلينا متفقين برضه على نقطه موضوع الباور بانك والشواحن والمواضيع دي، عشان بص انت طبعا انت استاذ في السوشيال ميديا ومتابع الكلام ده كله، بس انا يعني باخد لقطات ليها. الخواجه اللي صنع دوت، يعني اللي صنع المكنه دي، تمام، كاتب ان هي تشحن يو اس بي، هيكتب لك قيمه الامبير بتاعه. حلو. ما نعملش احنا بقى احنا اللي جامدين قوي ده ما بيشحنش يو اس بي. يعني ايه ما بيشحنش يو اس بي؟ اذا كان اللي مصنعه قايل لك اشحن يو اس بي، بس اديله الحاجه اللي بقى اشحن يو اس بي، انا بقى كيوزر رشح له 5 امبير بشحن اوبو وايباد. ايوه الحاجات اللي خد ايه. طب ما هو طبيعي ان هو يبوظ. طب ما هو طبيعي مثلا في سؤال مثلا الاقي مثلا واحد جاي صاحبي يقول لي بقول لك يا كيمو انت بقى فاهم اللي فيه، يا عم عايز ايه؟ طيب يقول لي انا عايز اجيب جهاز يا ابني يعني ايه جهاز بوم؟ يعني انت عايز تجيب جهاز مثلا تطلع تمظر بيه قدام اصحابك، ولا انت عايز تجيب جهاز عامل ايه؟ انت فكرك ايه؟ يعني انت عايز تعمل ايه؟ يقول لي انا عايز اجيب جهاز ما بيبصش. ده ما بردش عليه. يعني واحد زي دوت طب ماشي، طب بص شوف ايه اللي في السوق وقول لي. اصل يعني ايه ما بيبصش؟ هو كل الاجهزه بتبوظ، البني ادم نفسه بيبوظ. البني ادم نفسه
لو عمل حاجه غلط هيتعب. ايوه صح. يعني انا دلوقتي مثلا لو رحت طالع مثلا بالشورت ورحت واقف في البلكونه هيجي برد. ايوه. طب دلوقتي لو انا الجهاز دوت ورحت زي ما انت ما قلت، رحت جايب باور بانك هو بيدي 5 امبير، ايوه، ورحت موصله بيه، هيبوظ. صح. طيب لو انا دلوقتي التانك بتاع الجهاز بتاعي، جبت جهاز غالي جدا، جبت جهاز استوردته من اوروبا او امريكا مثلا، الاجهزه الغاليه من المانيا. تمام. جبنا ديكودس، وبص جايبين اغلى حاجه في العالم، ومعمول سبيشال اديشن للهابيت. يا رب. وجالك وهاند ميد، وبص وحاجه بوم. حضرتك رحت جايب التانك، صاحب الشركه مديلي، ورحت جايب رحت جايب التانك ومدخل بتعمل وكايه، وانت بتعمل وكايه رحت ملقط الليكويد، ابنك ده لك، رحت قايم مش عارف بتعمل ايه، رجعت لقيت الجهاز غرقان الليكويد. يا نهار ازرق. ده انا مش هيبوظ؟ ده هيبوظ طبعا. هيبوظ. ايوه بس مثلا الغالي بيبقى ثمنه فيه بقى رنجات زياده وحاجات زياده. كماتيريال اكيد يعني بص، اكيد انا ما عنديش يعني ما بنقشقش في النقطه دي. تمام. لكن هي سوء استخدام. ايوه كده معرض ان هو يبوظ، وقع عربيه دست عليه، حاجات بتحصل ده الكلام ده والله العظيم. في معايا قبل كده مده عربيه دست عليه عادي. سايبه فوق ما رضيتش اجيبه. في حد جالي، في عميل جالي هو بيشرب فيب بقاله مثلا 2.5 سنتين ونص. حلو قوي. طيب حد معاه جهاز بقاله 2.5 سنتين، الجهاز معاه سليم، الجهاز بتاعه بسم الله ما شاء الله، مكانته زي التليفون، بيحافظ عليه ونضيف معاه هيفضل عايش. تمام. جاي في ايه؟ في ايه؟ انت كفكرك اهو، كفكري مش عارف، بس ده نضيف، بدل نضيف يبقى مثلا العمر الافتراضي للجهاز. الشباك الشباك خلاص علت، انا استكفيت. ابنه وقعه فالشاشه اتكسرت. ابنه وقعه فالشاشه اتكسرت. طب لو ما كانش ابنه وقعه كان هيفضل عايش معاك. صح. شلنا الشاشه، حطينا واحده جديده. بس الجهاز انا لما فتحته من جوه اتفاجئت طبعا. براند نيو. الراجل يعني بقول له بتعمل ايه؟ قال لي مش عارف، بهتم بحاجتي. مثلا قبل ما ده غير مثلا واحد مثلا يجي يركب مثلا زرار باور وتلاقيه تاني يوم انا جيت يا باشا ركبت يا باشا. طب ايه المشكله؟ انت جيت تمام، قال لك مش شغال فانت بتبص عليه مثلا. ما هو بص، الصيانه، كلمه صيانه يعني انا بشوف ايه الجزء اللي فيه عضو وبغيره. يعني انا دلوقتي بروح ماسك دي بايظه بستأصلها، تمام، واروح حاطط واحده جديده. نقط بقى عند الحته الثانيه دي جديده، انت ليه ما بتقطعش يا كريم؟ هقطع ليه؟ انا دلوقتي حلو هقطع ليه؟ علشان قطع الغيار هي اوريدي اشتغلت واللايف تايم بتاعها، اصل كل حاجه ليها لايف تايم. مظبوط. يعني مثلا البريس، الزرار ليه لايف تايم. تمام. مثلا 10 مليون دوسه، 10 مليون دوسه بعد ال 10 مليون واحد هي خلاص بالسلامه. طب هو اوريدي الجهاز التقطيع دوت اشتغل 5 مليون. تمام. انا ليه؟ طب ما انا اوريدي فهمت قصدك، انت عايز تديله مده كامله. انا بديلك هي حاجه حصل فيها عطل انا ايوه بس يعني التقطيع فيه مكسب حلو. مش نقط مكسب، مش نقط فلوس. انت شايف الموضوع فلوس؟ لا الموضوع مش كله فلوس بس يعني. بص هو مش كله فلوس. احنا يعني هسألك سؤال يا احمد. انا مثلا بستورد، انا هديلك يعني هقول لك ارقام كده مش هديلك. بستورد مثلا 10 شاشات كل سنه مثلا. تمام. ال10 شاشات دولت انا بدفع فيهم قيمه دخولهم وقيمه ضرايبهم، يعني بدفع. ايوه بتدفع عليهم قيمه. بتقف عليا مثلا الشاشه ديت مثلا ب 10 جنيه. تمام. لو انا دلوقتي جيت بعت الشاشه ديت المفروض اربح يعني هكسب مثلا 10%، يعني ممكن 10% مثلا 15%. ايه؟ يبقى انا باخد على نفسي. اما المفروض اعمل ايه؟ يبقى انا كده مش بكسب، يبقى انا كده بخسر. تمام. امال المكسب بيبقى انا مش عارف اقدر افتي. لا انا بقى بكلمك في الشغل الحرفي. تمام. انا ممكن جهاز نيجي نعمل له مينتنس صيانه، الجهاز يكون المشكله بتاعته
في فرشه بنزين. فرشه بنزين. تمام. هو ياخد فرشه خلاص نضيف. يعني المشكله اللي فيه هي بس حلت. عباره عن تنظيف بسيط للمشكله اتحلت. المشكله اتحلت. تمام. فممكن اقول للعميل مثلا هكذا وبتاع كده يعني. طب هو انا بس في نقطه كده، بعمل ربنا ولا بعمل عميل؟ لا بتعامل ربنا طبعا، انا عارف. لا انا ببقى واقف، انا باجي لك كتير، انت عارف انا باجي لك كتير. ما بيسجلش مش عارف حلو كلام هاري. ماشي. انا لا ده بجد بجد والله، انا باجي لك كتير بلاقيك في ناس المده دخل دي مالهاش علاقه جوه يتنضف، تطلع تقول له يا فندم مش عايز حاجه. طب ما في او مفيش حاجه يعني. طيب ما في واحد تاني يجي يقول لي باشا انا غيرت الشاشه، غيرت سوكت الشحن دوت عندك من شهر وباص تاني. من شهر وباص تاني؟ من شهر وباص تاني. هو انت بتدي ضمان ولا ايه يا كريم؟ هو اوريدي انا بدي ضمان اصلا. ليه طيب؟ ليه؟ النقطه الاولانيه اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي ايه؟ ما تشتغلش توجيهات. فهمت قصدك. اشتغل جديد عشان ادي ضمان. الحاجه جديده ودي عليها ضمان، لان انت متاكد ان الحاجه طالعه جديده، وهي فعلا ليها شركتها ان بيرجع 20 او 10% على حسب يرجع لهم، فالموضوع ما فيهوش ريسك خالص. لان اكتريه الكومبوننت بتاعتنا الكترونكس، فبتبقى يعني عليها يعني في كواليتي كنترول، في حاجات نظيفه من الاخر، نمره واحد من دي الاخر. برضه. لا دي نقطه عندي برضه. يعني انا مثلا ايوه، ما في واحد، السؤال ده بقى بجد، ده حاجه مجنناني. واحد بيقول لي سوكت الشحن بتاع مود باظ مني، فبقول له مثلا ممكن تروح لاي حد بتاع صيانه فيب وكده، فيقول لك لا يا عم ده هياخدوا مني فلوس كتير، انا اروح لاي حد بتاع موبايلات يركب لي سوكت موبايل. حلو. هل ده اختيار صح اللي هو بيختاره؟ يحاول يجرب. ايوه، ما هي المشكله ان هو بيفشل. طيب ما هو بص، فبيجي لك بمصيبه اكبر. هي دي النقطه. ايوه دي اللي حزن نفسيتك. في حد ده الكلام ده كمان كان قريب. مساء الخير. مساء النور. تمام. لو سمحت انا بسال على قطعه الغيار كذا، فالسؤال ابنورمال. يعني مثلا لو انت ايوه سؤال غريب ان انا ادخل لك اقول لك قطعه غيار في ايديا، دي غريبه. مش كده، لا خالص. السؤال ما جاش بالطريقه دي. امال يعني مثلا هو المشكله عنده في سوكت الشحن. تمام. فبيكلمنا مساء الخير مساء النور، انتوا بتبيعوا سوكت الشحن بكام؟ فالرد الطبيعي بتبيعوا بكام؟ بالظبط. فالرد الطبيعي ايه؟ حضرتك عايزه ليه؟ بالظبط. اصل انا السوكت بتاعي فيه مشكله. طيب خلاص. طيب يا فندم هاته. وانا بقول بنعمله، وتكلفه السوكت بتبقى 150 جنيه. تمام. قال لي لا انت كده حرام. قلت له ليه؟ يا نهار ازرق. قال لي انت كده حرام. قلت له طب ليه؟ ما هو بص يا احمد وحيد الله، لا اله الا الله. لازم تسمع. تمام. ما هو انا احنا في سوق، مش كل الناس هتيجي تقول لك كريم ده كويس. 100 واحد يقول لك كريم ده ابن 60 70. لا ما عشان كده قلت لك احنا بنعمل ربنا. تمام. لا نقاش في النقطه دي. طيب النقطه بقى اللي انا بكلمك فيها ايه؟ ان العميل باصص ان انا مثلا جايب السوكت دوت على كلام العميل، بيقول لي لا ده السوكت ده انت جايبه ب 5 جنيه. قلت له لا يا فندم انا لو جبته ب 5 جنيه يبقى خساره، انا جايبه بجنيه ونص. هرد عليه اقول له ايه؟ ايوه انا جايبه بجنيه. اقول لك على حاجه يا احمد بالنسبه لسوكت الشحن دي، المصنع بتاع السوكتات بيفرض عليا كل 3 شهور 1500 سوكت اخدهم، اللي هو انت لازم تاخد الكميه دي عشان تشتغل معايا. انا هشحنه لك اصلا الموضوع انتهى. هل انا مثلا ايوه الرقم ده كل شهر عايز الاعداد دي تفضل عندي؟ لا طبعا. لا خالص. ال 1500 سوكت دول تشيلوا في كيس قد كده. يا نهار ابيض. لا الموضوع يعني انا ممكن ادفع 10000 دولار في علبه قد كده. لا انا شفت انت الحاجات. شفت. الله اكبر. بيبقى الموضوع هو الموضوع في ايه؟ انا رديت عليه قلت له ايه؟ هم اساسا الشباب ردوا عليه انت عايز سوكت ليه؟ انت الموضوع في ايه؟ هو الشباب قلقوا لا يكون الموضوع حد من المنافسين مثلا عايز يعرف سعر ايه او مش عارف حاجه زي كده صح. يعني الموضوع بالنسبه لنا عادي، والموضوع اوبن خالص معانا يعني، ومفيش حاجه اسمها منافسين في الشغل. انا ككريم شايف في منافسه، في منافسه شريفه، في منافسه غير شريفه كتير جدا، بس زي ما قلت لك انا بركز في شغلي. طيب العميل بقى قال لي ايه؟ انا بقى اللي كلمته بقول له انت حضرتك عايز ايه؟ قال لي انا عايز السوكت. قلت له حضرتك عايزه جمله ولا قطاعي؟
جمله ولا حضرتك قطاع؟ عايز تاخد السوكت لوحده كده في ايدك ولا عايز تاخد كميه؟ تمام. قال لي لا انا عايز السوكت لوحده. حلو. السوكت انا هديلك هديه مني ليك. راح قال لي إيه؟ قلت له عشان حضرتك تروح تجيب طقم مفكات ثمنه مثلا المفكات خاصه اللي هي مثلاً العلنكيه الصغيره أقل والكبيره حاجة. انا والشغل مش هقول ده. لك هتجيب حاجات بروفيشنال. لا، أنا في طقم، انا في مفك من المفكات اللي عندي مثلا معدي 250 جنيه مفك. احنا جبنا مكن بيشتغل اي ار، تمام. بيشتغل ليزر، جبنا مكن بنشتغل بيه خراطات عشان البنكات والكلام دوت. احنا اوريدي اساسا بدأنا في التصنيع. بتصنع ايه؟ ايه؟ بتصنع ايه؟ بتصنع ايه يا كريم؟ احنا عاملين ديسبوزابل. اوه. المواضيع ديت خلاص هانت الحمد لله. عاملين ديسبوزابل ده هينزل لللاينات، توزع على اللاينات. اللاين نفسه هيبقى مكتوب عليه اسمه. تمام. وعاملين عاملين حاجات هاند ميد كمان، دريب تبات، مودات. حلو قوي. بس بنعمل الحاجات دي. بص الحاجات دي مشكلتها في حاجه ان هي مكلفه كقيمه. يعني احنا لسه عاملين جهاز وبرضه مشكلتي انا ما بحبش اصور. ده بجد ده المشكله عندي. لسه عاملين جهاز بس احنا عاملينه سبيشال اديشن لحد في الكويت. تمام. حد صاحبنا معمول مصري. لواحد مخصوص حد يعني. صاحبنا مصري هناك راجل يعني من الاخر اللي عايز حاجه زي دي فيب كلينيك يعملها بس بالطلب. بالحب. لا بجد والله بالطلب. لا بعيدا عن الحب، سيبك من الحب. يعني انا لو جي معانا برضه مش هينفع. ما بص لا يعني لو حد جالك قال لك انا عايز اعمل مونت خشب نعمله بياخد وقت ونقعد الاول نتفق هو عايز ايه. معنى ان انا عايز اعمل مود دوت يعني انا عايز حاجه كل حاجه وان بيس. انا هعمل لك حاجه واحده في العالم مفيش حد غيرك. مفيش حد دي بتبقى هي غاليه. دي غاليه. ما هو برضه نقطه في كده. الماتيريال ايه؟ انت عايزها بلاستيك؟ فهمت قصدك. على قد ما عايز على قد ما هلاقي. بس البادجت مثلا ايه يعني؟ الدنيا ماشيه ازاي فيها من اول ايه؟ بص يا احمد مثلا، بص دي كده كرسي. بص عايز زيته. دولت هديه مني ليك. دول ايه بس؟ دولت دريب تبات بتوعنا. دي صناعتنا. ده صناعه 100% كامله يعني خراطه كل حاجه بالخشب بكل حاجه. الاورنج بالخشب. خشب نوعيه شكلها حاجه نظيفه، حاجه حلوه قوي. يعني مش قصدي انا يعني انا مش عارف بس هي شكلها حلو. انا مش عارف الخامه ايه بس الخامه حلوه قوي. واو يا بتلمع بس هي ايه مش عارف صح؟ هي ايه؟ هو خشب بس هي مش عارف. على فكره الحاجات دي خدت مننا تعب، والحاجات دي وراها ناس كتير جدا فعليا. تمام. وراها ناس قدرنا نوصل للماتيريال، وبعد ما وصلنا للماتيريال حطيناها اختبارات، وبعد ما حطيناها اختبارات ما هو بص في حاجات بنشتغل عليها محدش عارف عنها حاجه، عشان لما اجي اطلع منتج او اجي اطلع برودكت في الاخر ابقى اوريدي ضامن ان هو فاهم في حاجات جميله. لا جميله بجد عجباني. طب انا عايز اسالك سؤال ترد عليا بصراحه. لا مش مرتبط. ما تحسنيش ان في حاجه ويرد يعني. لا مش ويرد. سالتني سؤال وبعد كده قعدنا اتكلمنا. طب اغرب يعني اغرب زبون كده جه في حياتك غريب مش قادر تنساه من كتر ما هو غريب. غريب؟ لا غريب كتير. كتار؟ لا بس هو في مواقف غريبه. ايوه مواقف غريبه. اغرب المواقف. لا مش هو ده بيكرر كتير. ده بيكرر في اليوم مثلا قول 5 أو 10 مرات. ادعي النبي كل يوم. ده بجد موقف يعني سبحان الله يعني مش عارف له حل. ان مثلا ان عميل مثلا يكون جايلك من حته بعيده اصلا، يعني مش جايلك من هنا مثلا انا في مصر الجديده. تمام. مش جاي لي من مصر الجديده مثلا او مدينه نصر مثلا او
لا في ناس انا شفتها كده بتجي لك من الشرقيه. والله الشرقيه وبني سويف واسيوط يقول لك يا باشا انا مسافر لك وجاي. اخواتنا. ايه بقى الغريب اللي يحصل؟ انه يجي قدامه الجهاز يشتغل، يقعد يحلف لي يمين وطلاق ان الجهاز دوت جايبه من سفر، يعني وهو جاي طول الطريق مثلا قاعد في القطر او قاعد في الميكروباص او قاعد مع الجهاز صاحبه مش شغال ميت وعمال يجرب فيه وبيقول لي بقى انا مش عايز اجي ادفع فلوس بقى، ويروح جاي قصادي ولا ايه يشتغل. لا عادي. اقول له لا عادي، اقول له بيخاف مني، اقول له لو عمل معاك حاجه تاني اقول له اوديك لكريم. عامل ايه طيب؟ حلو. لا ما هو بيحصل كتير، بيحصل كتير جدا بجد. يا نهار ازرق. يعني الموقف ده بيحصل كتير، الموقف ده ورامي. لا الباشمهندس رامي ياما شال. لا رامي ده رامي عمود من عمود فيب. طبعا من زمان قوي. جندي خفي رامي برضه. من الناس على فكره يعني في كتير على فكره فيب كلينيك اعمده. ايوه ناس في ناس فيب كلينيك وراه مش كريم عبد العزيز بس، لا وراه طقم تيم كامل خالص. لا فيب كلينيك اللي خلى ليها قيمه وخلى ليها اسم التيم اللي فيها كله، لان كله حاسس ان هو في بيته. دي اهم نقطه. ورامي رامي عمود من شفت رامي ومحمود، ومحمود واحمد، يعني الناس دولت من اعمده. عايز اسالك سؤال تاني كده بس. لا كده في حاجه؟ لا مفيش حاجه والله. مفيش حاجه. لا مفيش حاجه، احنا قاعدين بنتكلم عادي. بص ما سيبك من كاميرات ومن اي حاجه، احنا بنتكلم عادي والله. لا ما تمسكش التليفون بس، اسمعني بس. انا سامع. لا انا هسال سؤال عادي. اسالك بسؤال دوت يعني. حاسس ان في حاجه غلط. لا مفيش حاجه غلط، مفيش حاجه غلط والله. طيب بص لو انت يعني انا مثلا الهبيت احمد عايز عشان ده الهبيت بيفترق غير احمد، احنا بنبقى احمد يا عم. احمد عايز اجيب جهاز، يعني قول لي اعمل ايه لما يبقى معايا جهاز وانا عايزه ما يبص خالص، بحيث ان انا ما اجيلكش، فاهم؟ بحيث ان فيب كلينيك دي ما تبقاش موجوده يابا. اصبر يا احمد، انت عايز تقطع عيشنا؟ ركز معايا بس. عايز تقطع عيشنا يا عم؟ لا مش هقطع عيشك يا عم، الارزاق باذن الله ونعم بالله يا عم. طيب حلو، اعمل ايه بقى عشان الجهاز ما يبص مني؟ طيب كاحمد. بص يا احمد. ايوه احنا خلينا متفقين على نقطه. ايه هي؟ الا وهي انا بس طب ما فكك بالموبايل. ما هو انت برضو يا احمد، يعني ما انت يا ابني جايبني في وقت يعني. معلش انا عارف ان ده وقت البوستات، بس فكك من الموبايل وتعالى. مش بوستات، هو انت فاكرني شغال على بوستات؟ مش شغال على ايه طيب؟ يا جدع ده الويشات. طب مش وقته والنبي. الويشات بس. طب والنبي بالله عليك يا لهوي. عايز ايه؟ انا عايز اسالك سؤال كالاتي. انا لو ايه السؤال كالاتي ده؟ يعني مش سؤال، مين ملائمك؟ ما حدش ملائمني، مفيش حاجه، احنا قاعدين مع بعض عادي. ماشي مفيش حاجه. لو انا عايز اجيب مود ويفضل معايا ما يبص، اعمل ايه؟ تنصحني بايه؟ تجيب مود ويفضل معاك ما تبصش، ويفضل معايا وقت طويل ما يبص. هو انت دلوقتي لو جبت عربيه تمام حلو وما حطيتلهاش ميه، هيحصل فيها ايه؟ تعطش يعني. هتجيب وش سلندر او وش سلندر تسخن لحد لما الموتور يبوظ. هيبوظ صح، بس هتمشي. صح، هتمشي تمام، بس هتبوظ. حلو. وانت لو انت فاهم وعارف ان انت مش حاطط ميه، هيبقى متاكد انت من جواك 1,000,000% ان دي هتبوظ. صح، مظبوط. طيب حلو. طب لو انا بقى اهتميت بيها وتابعت الميه بتاعتها، هتعيش اطول. حلو. احط المد في ميه ولا اعمل ايه؟ قول لي بس. لا معنى كده ان انا لو انا اهتميت بالحاجه هتعيش معايا.
بمعنى ايه اهتم بقى؟ ايوه بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ المود ده عباره عن بورده، حلو. كل سيركل، كل دايره فيها تمام. بتكلم دايره، يعني كل خط فيها منفصل عن اي دايره. فاهم؟ انت فاهم اللي انا عايز اوصله لك ايه؟ ان كل حاجه ذات قيمه في البورده. حلو. تمام؟ حلو. تمام. الليكويد ايه مشكلته؟ ان هو موصل جيد للتيار الكهربي. يعني الليكويد بيوصل التيار الكهربي وجيد. حلو. حلو. فانا دلوقتي لو انا بقى ما اهتمتش بالمود، ما نظفتش مثلا، عملت الويت بتاعي مثلا وما نظفتش، تمام. طب الليكويد هينزل. ليك. انت تمام. بقى ونصيبك، الليكويد دوت بقى نزل بقى وجه على وبره ومشي خلاص، خير وبركه. جه وقف على الزرار، يعني الزرار اشتغل تمام يعني، بس هيبتدي يبوظ. الله ينور عليك، هيبتدي يبوظ. نزل بقى ودخل جوه اكتر، خلاص عمق يعني. انت وحظك ممكن يقف السلام. على البروسيسور المطير. يعني من الاخر انت بتنصحني ان انا انظف اهتم. انظف المود مش- يعني. لا مش ما نقطة النظافة ديت يعني نظافه شخصيه كده كده كلنا شيء لا ليك أساسي. وربنا لا، هو مفيش ليك وربنا. ده شيء أساسي اللي هو النظافة، لكن الاهتمام اللي هو دلوقتي مثلا عمرك شفت حد بيحط الجهاز على الشحن وبيشرب؟ لا ده يبقى عنده مشكله ده. صح. يحط الجهاز على الشحن وبيشرب، ده هو عايز يؤدي الانفجار. طيب يعني طبيعي ان انا هحطه على الشحن بقيمته، بالقيمه على قد ما هو يقدر يستحمل. خلاص مثلا هو معمول له ان هو هيشحن في خلال ساعة الا ربع، تمام. مش هسيبه تاني يوم وانام. مش يعني طبيعي. ان انا اسيب المده على البطاريه ده غلط، مش ان انا طبيعي. اسيبه مش يشحن. طبيعي. بص يا احمد، لازم عشان احافظ على الحاجه اللي معايا دي اقرا عنها حتى. تمام مظبوط. أفهمها. صح. يا عم انت بتعمل ريفيوهات عن الاجهزه صح؟ مظبوط. بتمسك وبتفصص وبتعمل صح، وبقعد اقرا عنه كمان يعني صح. من شركته. حلو. شوف انت ايه بتشوف، بتوري الناس صح، بتفيد الناس. ايوه. المطلوب من اليوزر اللي هو يفهم الحاجه اللي معاه، ما يستخدمش وخلاص يعني. بالظبط. يعني الكارير بتاع الفيب، بما ان احنا بنتكلم في الموضوع ده، الكارير بتاع الفيب يا احمد، احنا من زمان متعودين على ادب واحترام وافاده وقيمه يعني الموضوع ليه ابعاد اخلاقيه ايوه. اكتر ما هو بقى سبوبه. بعد فتره الموضوع بدا ياخد انحياز تجاره. ايوه ما هو طبيعي عشان الموضوع الناس لقت فيه ربح بدأ يحصل ايه بقى؟ اللي هو الفيبرز. أيوة. فعليا اللي هو 90% من الفيبرز اللي هي الناس المختفيه، اللي هي الناس اللي ما بتظهرش اصلا، ما اللي هو ما بيسالش. ايوه هو عارف هو بيعمل ايه وبيتجه بالظبط. ما هو عارف بيجيب ايه وعارف بيسوي يعني، فاهم؟ هم دول الناس المحترمه، هو دول اللي الواحد بيتشرف بمعرفته، فاهم؟ لكن ال 10% اللي هو دلوقتي طاغي فعليا اندر ايدج. انا بيجي لي كميه ناس شباب صغير يقول لي بعد اذنك بما انك هتعمل شاي بعمل شاي عايزين شاي. يقول لي بعد اذنك انا عايز اصلح الجهاز. اقول له للاسف احنا ما بنتعاملش مع من 21 سنه، وهو قد اخويا الصغير. واصغر من اخويا الصغير، انا اخويا الصغير متجوز وخلف. ايوه يعني قد ولاد اخوك الصغير. والله ما بهزر، 12 سنه. ايوه الاندر وجاي- لا في ناس بتتعامل معاهم وفي ناس عندها ضمير ما بتتعاملش، حتى الاسطورات كده في وفي. بص يا عم، ما عشان كده قلت لك في الاول ايه، انت بتعامل مين؟ بتعامل بتعامل ربنا. العبد ولا بتعامل ربنا؟ تعامل لو ربنا. بتعامل العبد بقى تتعامل مع ان شاء الله لو ايه هتتعامل. انت بتعامل ربنا، بحط ان دوت اخويا او ابني. فليه دلوقتي انت في سن اصلا بتعمل ايه؟ المفروض اللي زيك دلوقتي يبقى بيلعب رياضه كويس، بياكل كويس، بيقرا كويس، بيذاكر كويس، بيعمل كل حاجه، مش رايح يدور على فيب وسجاير لا بس اللي عايز يعني اللي عايز يبطل ليه يخش اصلا؟ لا اللي عايز يبطل انا فاهم. لا موضوع ليه يخش اصلا دي معضله كبيره،
بس. دي معضله كبيره، وكده كده كلنا انا مش عايزين اتعلمنا. نخش في نقاش في ايوه النقطه دي، كلنا بس اتعلمناها من ماشي بعض يعني. من زمان. بص يا عم. اللي كان اصل السيجاره هي معموله من مش في زمان. السن ده يا حبيبي. انا فاهم قصدك. حبيبي انا بفوجئ وانا ماشي بعربيتي الاقي طفل 9 سنين مولع سيجاره. ما هو طبعا كلنا رافضين ده. دي كارثة. ليه لا؟ كلنا فما رافضين ده. تجيش تقول لي لا دوت عشان يبطل سجاير انا ادخله في الفيب، لا طبعا. ده عشان يبطل صح لازم نتكلم معاه صح، نشوف المعضله عنده فين. ايوه لكن ما تقوليش طفل 9 سنين 10 لا سنين ما هو ده 11 طبعا سنه الاندر 12 ايدج. سنه 15 سنه. الاندر ايدج كده كده محدش احنا يعني. انا واحد من الناس لو دخلت ستور شفت دي واحد اندر ايدج انا ببقى في حاله ما ينفعش، اللي هو ده ما ينفعش. تخيل ان في ناس بتعتمد في شغلها على المواضيع دي على الموضوع الاندر ايدج. لا ده حرام، ده حرام. عارف 100% ليه؟ حرام. عارف ليه؟ انا مقاطع السوشيال ميديا بقالي قد ايه؟ بقالي فتره كبيره. سنه ونص. انت سالتني الموضوع ده كذا مره وانا كل مره اقول لك هبقول لك حاضر يعني. بس فعليا لقيت الموضوع بقى سيء. بقى مثلا ممكن شاب صغير عامل اكونت يخش يشتم في حد ذات قيمه. ايوه ذات قيمه. ايوه. وفعليا دوت يعني لا شيء بالنسبه للثقافه، بالنسبه للفكر، بالنسبه لكل حاجه لا شيء بالنسبه له. ايوه. وتلاقي ده داخل يشتم، وتلاقي بعد كده اصحابه داخلين يطبلوا. ايه ده؟ لا فين ايام ما كنا بنتجمع نقعد نتكلم بادب واحترام. ما هو السن بقى اتغير دلوقتي، الناس اتغيرت لا في تغيرات، يعني في تغيرات كبيره دلوقتي. في عيال صغيره بتبيب بجد، انت عندك حق يعني. ما دي كارثه، دي بالنسبه لي كارثه. هو شايف ان البرودكشن كلاود ده بالنسبه له شياكه وبتاع، فاهم قصدي ايه؟ اللي هو واخدها ايه عشان وانا ماشي في الجامعه بعمل برودكشن كلاود، او ماشي في المدرسه او فهو شايفها بالمنطلق ده. عارف لو هو في الجامعه هقول لك ماشي، راجل بيفهم بيتمنظر قدام البنات بيعمل بيسوي، بس يعني ازاي برضو؟ احمد انا بابا الله يرحمه انا عمري ما شربت سيجاره لما كان بابا عايش يعني. انا حياتي اتغيرت بعد بابا. انا عمري ما شربت ولا سيجاره ولا فيب قدام ابويا، بس ما اعرفش هو بيشوفني ولا لا يعني. مش عارف بس في تربيه. ايوه. قيمه. ايوه. انا والدتي لما كانت تقول لي ده انا هقول للبابا ديت انا دي رعب. واو. انا كان ممكن اخلص كل اللي عليا وزياده واقول لها مبسوطه وهي تقول لي لا اعمل مش عارف ايه. كان في قيمه. لكن دلوقتي السوشيال ميديا كويسه بتعرف وبتعمل، بس لها سلبياتها جدا. لما تلاقي شاب ما يعني عيل، مش شاب بقى، عيل وداخل بيغلط في ستور. اصل انا دخلت واشتريت من عنده ازازه الليكود طلعت وحشه وما رضيش يرجعها لي. مالك يا عم وانت بتسجل ولا ايه؟ لا يعني مش من هقول لك. والله رجع ازازه ليكود. كريم ما هو افهم بس يا كريم استنى بص افهم بس. احنا بنسجل. لا بتهزر. بتسجلوا من امتى؟ بنسجل يعني بجد. شويه بنسجل عادي. لا بنسجل عادي. اسمع بس. لا اسمع بنسجل عادي والله بجد والله. انا حسيت برضو بس لا يا عم اسمع. طيب بنسجل عادي. ده هفهمك بس. كله بالمونتاج. كله بالمونتاج. على ايه؟ كله بالمونتاج. لا ما انتش كله. انا كله كمان. لا كله بالمونتاج ما تقلقش. كله بالمونتاج. كله بالمونتاج والله. بص افهم بس. انا رافض موضوع التصوير ده. لا ما عشان خاطري. عشان خاطرك ايه؟ انتوا كنتوا بتصوروا ولا هتصوروا؟ يعني من ده على ده. لا انا مش هنصور. انا كتصوير انا مش هنصور. لا هنصور. برضه انا حاسس الراجل ابو النضاره اللي قاعد هناك دوت. بص يعني حاسس ان في حاجه. مفيش حاجه. اسمعني بس. انا اول حلقه عملتها في حياتي كانت معاك. ده شرف ليا والله. ده شرف ليا انا كمان. فانا لما اجي اقول لك يا عم احنا هنصور مع بعض حاجه، فدي يعني حاجه تشرفني. ثواني بس. هقول لك بس انا جايبها لك من الناحيه دي. انت لما
انت لما كلمتني قلت لي تعالى انا عاوزك، قلت لك يا احمد انا لسه مخلص شغل. ايوه قلت لك تعالى بس ونقعد مع بعض شويه. فجيت زي يعني زمان بنقعد قاعدين مع بعض. ايوه ما هو بالظبط. هي لما هي. لقيت تصوير قلت لك لا حلو، تصوير، حلو. وقف هي تصوير وقلت لي وقفنا كاميرات ومش عارف ما ايه. هي لا مش والله. هي. ليه لا 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 ليه لا لا انا اتوكل على الله. لا استنى بس لا 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 اسمع بس يا جدع استنى نتكلم شويه في لا انا ايمان. مش هعرف اتكلم قدام كاميرا. ما دي كارثه عندي. طب ماشي عامة احنا صورنا اصلا استنى بقى. احنا صورنا من كذا حتة اصلا اصلا ده شغل رمضان ده. شكرا رمضان شغل رمضان ده حرام ازاي. بس بجد الموضوع حلو. انت اتكلم في اي حته، انت بتخاطب الناس بقى 3 دقايق دول بعد اذنك او الدقيقه براحتك يعني، انا ماليش دعوه. خاطب مين؟ الناس. لا الناس كلها فوق راسي. الناس ماشي بقى، الناس كلها احسن مننا. لا وانت جميل والله يا كريم بجد والله العظيم بعيد عن اي حاجه والله. حبيبي انت الاحسن حبيبي. تحب نختم هذه اللي حصل ده يعني احنا هنظبطها نختمه بايه؟ والله يا احمد بص كده الصور من كل حته ما تقلقش بجد. عيب عليك. طيب بص يا عم احمد، وطبعا نختم يعني الناس كل سنه وهي طيبه وانت بالصحه رمضان كريم يا رب، وسنه سعيده عليهم كلهم وعلى الامه الاسلاميه يا رب. موضوع التصوير دوت انا رافضه. انا عارف ما تعملش فيا حاجه زي كده. حاضر. ان الفيبرز نفسهم الناس اللي هم اسسوا الموضوع وبداوا الموضوع لازالوا موجودين وفي احترامه جدا، بس اللي طاغي على السوشيال ميديا اللي هو الشباب. فالشباب ارائهم كتير، ولو قلت راي مش هيعجب 10 وهيعجب 10، وفي 10 هيبقوا معترضين عليه اصلا. لا ليه كل حاجه بالتفاهم بتمشي ما هو لو لقيت نفس العقليه، لكن انت دلوقتي الموضوع بقى وراء الشاشه. انت فاهم قصدي؟ فاهم. فعشان كده انا كنت مقاطع السوشيال ميديا ولا زلت برضو. بس انت بعد الفيديو ده هتفضل مقاطع السوشيال ميديا؟ بص يا احمد. ايوه برضو هيفضل مقاطع السوشيال ميديا. لاسباب ان وقتنا فعلا ضيق في التصنيع، لان الموضوع التصنيع ده كارثي. الله اكبر الله احنا اكبر. بنقول تصنيع كده الموضوع بنقوله كلمه. ايوه لكن الكلمه وراها حكايه. واو، وراها جيش من الناس، وراها فكر، وراها سهر. انا في ناس معايا فعليا واشهد لهم بكده بيقعدوا بال 72 ساعه صاحيين ب3 ايام. 3 ايام. انت متخيل؟ انت عارف يعني ايه بني ادم صاحي 3 ايام؟ هيقع، هيجي له وقت وهيريح. هو من حبه واهتمامه للموضوع هو مش مركز في حاجه غير ان هو يحل المشكله بتاعه اللي مواجهاها علشان يوصل للنقطه كذا، وممكن المشكله دي اساسا يبقى مبني عليها بقيه خط الانتاج يعني. لا الموضوع ليه ابعاد، فالتصنيع دوت واخد وقتنا وفي نفس الوقت يعني الحمد لله حتى الانتاج اللي بنطلعه ما بيقعدش. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. طب اول بقى ما تنزلوا بودات احنا عايزين نشوف البودات دي برضه يعني. بص البودات دوت هيبقى فيه تعاقدات مع لاينات. اللاينات ديت هينزل عليها البود بالليكويد بتاعه هو بتاع اللاين. تمام، ومكتوب عليه الاسم اللاين على البود. اللاين بالظبط. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. لا خطوه دي خطوه جامده. والله شغالين على الخطوه ديت بقالنا اكتر من 5 شهور او 6 شهور. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. شغالين فعليا انتاجيا يعني. الله اكبر. واسطمبات ونبعت موضوع احمد احنا واجهتنا مشكله في طريقه لحام الكويل بتاع البود ديسبوزابل عشان يتلحم مع السلوك بتاعت السنسور اللي بتوصل مع البطاريه. فالسلك دوت هيبقى ايه؟
والله هو ليه نوع معين مثلا؟ الكويل مثلا؟ الكويل الكويل ممكن يبقى ستانلس ستيل، تيتانيوم، بس ما حدش بيستخدم تيتانيوم. نيكل كروم، نيكل كروم، كانتيل، في مليون في مليون حاجه. كل الانواع ديت ما بتقبلش لحام قصدير. يا نهار ازرق. فانت دلوقتي المفروض ان انت تلحم الكويل دوت على سلكتين اللي هم بيقبلوا لحام قصدير. تمام، والسلكتين بقى يدخلوا على الشريحه، على السنسورز، على السنسورز والكلام ده كله. بس يعني دلوقتي هنلحم الكويل ده ازاي؟ ده محتاج، ده امير. طب ايه؟ ده محتاج له مكنه لحام ليزر دقيقه بتستخدم في لحام المجوهرات. ليه؟ علشان قطر الكويل نفسه رفيع جدا، لازم حاجه دقيقه قد يعني قد الكويل نفسه تلحم. يعني قد الكويل مثلا لو هو 32 ايدج مثلا، ده هيبقى مش متشاف يعني. بالظبط. ده كده تلحم ده. الحمد لله. تلحم كميه كمان، مش تلحم وخط بقى سير. طيب شغلني معاك بقى. شغلنا كلنا معاك. لا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وانا مستني ان انا يعني احنا بقى بنكلم الناس في انهي ناحيه في النواحي دي. انا مستني البدايه دي. انا مستني، بص هتلاقي، بص هناك هتلاقي في كاميرا هناك. انا مستني البدايه دي. اوعدني بقى. ماشي. اوعدني بس، لا اوعدني. البدايه دي اول ما تطلع لازم اشوفها. ابقى اول واحد شفتها. حصل خلاص. اول أيوة. انتاجيه تبقى طالعه ليك انت، وهتجيلك يعني. بس انا استاذن طبعا اصحاب اللاينات. طبعا هتجيلك بالستيكرز بتاعتهم بحاجتهم وانت تريفيو عادي يا باشا. لا كده بقى احنا نتكلم مع اصحاب اللاينات. كده نتكلم في فلوس. صباح عليك. كده نتكلم في فلوس. عشان بس والله عشان نجيب، انت فاهم، انا عايز اجيب بقى بتاع الطويل ده وريش نعام ده، بيبقى جامد جدا يا جدعان والله. بجد. اللي هو سلسله، انت عارف يا احمد اللي هو الجنزير اللي هو لا جنزير ايه ده؟ انا مش ستايلي ده خالص. انا بقى عارف 10 بنات. طب كده 10 بنات. لا والله ابدا، والله العظيم ابدا. انا غلبان والله. طب ما انت اللي بتقول اهو. انا مش انت اللي بتقول عايزين نكمل المجموعه بس. لا تكمل المجموعه. لا دي حاجه ثانيه. انت ما شاء الله عليك. بص طول ما الواحد بيركز في شغله عارف هو هينجح. الحمد لله. لكن لو الواحد يركز في حاجات تانية، لا احنا شغل والله يعني. ننام نصحى شغل. شوف الحمد لله. معايا. بص انا سبحان الله يعني. شوف سبحان الله، في دخلة رمضان اهوت انا بحسبها كل رمضان. يعني بقعد كل رمضان براجع نفسي اللي هو انت ايه النجاح اللي انت نجحته في خلال السنه ديت، ايه الفشل اللي انت فشلته في خلال السنه ديت، ايه الخسارات اللي انت خسرتها، ايه المكاسب اللي انت كسبتها. خسرنا كتير. الحمد لله. حبيبي يا كيمو، انت نورتنا ونورت الاستوديو، نورتنا كلنا. حبيبي فمعلش على التخفيله، انا اسف، بس انت ما كانش هيجي الموضوع يعني. يا جماعه الموضوع مش عارف هو فين، هو كله شغال. الموضوع انا ما كانش عارف هيجي ازاي يعني، فانا جبته. انت الموضوع غفلتني. لا انا في الاول سالتك، قلت لك هنصور وبتاع، لقيتك قفشت، فقلت لك هنطفي الكاميرا وشغالين على حاجه ثانيه. طب والحاجات اللي يعني لا ثواني بس، هو احنا كل اللي قلنا دوت هينزل. احنا بقى يعني هينزل بقى الصراحه. لا. يعني لا. ما ينفعش ما ينزلش. لا بصراحه الحوار ممتع، مش كداب. لا ما هو في هو كلام دي كده. في كلام ممكن اتحبس فيه. هو لا مفيش حبس ولا اي حاجه. لا ما هو شتمت كتير. لا ما تيتو بتاع. لا في تيت. لا ده في تيت خلاص. ما تقلقش كله متاش. ادام في مقص خلاص. ادام في لا ما هو عاملها ازاي دلوقتي؟ احنا ما بنغلطش في حد، بس يعني هيبقى فيها تيت كتير. لا ما تخافش. لا والله مش تيت كتير، ما تقلقش يعني. خير والله العظيم خير. انت عارف بقى. مش عارف اعملها ازاي، بس كان معكم الهبيد حيث نهبد من جديد، وكان معكم الهبيد، ومعاه عايز اعمل لها سلوجان. ايه يا جدعان، ايه رايكم؟ فاحنا هنظبط الحلقه. اهم حاجه التيت والندى. والله التيت هتتحدد، هيبقى في تيتات. الحمد لله. تيتات كتير. كان كمان في حتت هنا وهنا. انا جاي في كده. لا والله خير والله العظيم انا مبسوط، قسما بالله مبسوط. والله
ماشي. وكان معكم الحبيب مع ضيف جديد. انا مش عارف اعمل الحلقه دي يا جدعان، فنستوب كل الكاميرات تستوب عشان الدنيا باظت. متزعلش مني. ضحكت عليا. متزعلش مني، لا معلش انت ضحكت عليا. معلش. لا 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 معلش. تعالى بقى انا عايزك. ماشي.